اهلا بيكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن الفنان أحمد عز. يعيش الفنان أحمد عز في حالة نشاط سينمائية عالية، حيث يستعد لبدء تصوير مشاهده بفيلمين في الفترة المقبلة، وهما ولاد رزق 3 وفقرة موت. وكذلك كشفت الفنانة بشرى مؤخرا رغبتها في الإنتاج سينمائيا دي، بجانب تحضيره لفيلم موسم سيد الغزلان. وقالت بشرى خلال تصريحاتها مع الإعلامية إنجي علي براديو نجوم اف ام إنها لديها النية والرغبة في الإنتاج للفنان أحمد عز، ويوجد بالفعل عمل ليه، قائلة نفسي أنتج لأحمد عز وعندي مشروع ليه جاري العمل عليه، بس هو ما شاء الله عليه حباله طويلة جدا لأنه دقيق جدا ومش بيفوت التفصيلة. ان شاء الله الحق انتج له قبل ما يبقى عندي احفاد. فيلم ولاد رزق 3 من المقرر انه يبدأ المخرج طارق العريان في تصوير الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق في شهر اكتوبر المقبل، وذلك بعد عدة تأجيلات لبدء تصوير العمل اللي حقق نجاح كبير خلال الجزئين الاول والتاني منه، وهو من بطولة الفنان احمد عز وعمر يوسف وكريم قاسم واحمد الفيشاوي واحمد داوود وغيرهم، من تأليف صلاح الجهيني. فيلم فرقة موت. واستكمال للنشاط السينمائي، يستعد أحمد عز لبدء تصوير فيلم فرقة موت خلال الفترة المقبلة والتحضير للعمل، ويشارك في بطولة العمل الفنانة منى شلبي، عصام عمرو، بيومي فؤاد وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني. وبكده الحلقة بتاعتنا هتكون خلصت. أتمنى منك تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه جديد، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.